فيلم السنيور هو فيلم سعودي. يعالج موضوع مجتمعي، ظاهرة موجودة في بعض الأماكن في الدول العربية وفي السعودية أيضا، اللي هي عقدة الأجنبي. فالمهندس المجتهد اللي يخسر وظيفته بسبب توصية خبير أجنبي، وهو بعدين البطل يتنكر وياخذ صفة إيطالي، يحول نفسه إلى إيطالي حتى يجد عمل في شركة كبيرة. فيعني هذه العقدة الظاهرة يعالجها الفيلم بشكل ساخر ومن دون مبالغات، وفي السعودية حقق نجاح كبير. واليوم العرض اللي كان تجاوب رائع للجمهور الجزائري. هذا أول في العرض في وهران، هو العرض الإفريقي الأول. ف- لا، هذا أول عرض في مهرجان وهران، ولنا شرف كبير. مهرجان وهران عاد بشكل قوي، الدورة رائعة في الحقيقة، تنظيم مذهل. فنحن يشرفنا يكون فيلمنا في مهرجان كبير كمهرجان وهران السينمائي الدولي. لا ممثل، هو الدور يعني 30 ثانية، يعني دور مساعد فقط. يعني لست ممثلا ولا أدعي التمثيل، وما عنديش موهبة التمثيل. مهرجان وهران يعني عاد كما قلت عاد بقوة. افتتاح كان مذهل، يعني ضيوف على أعلى مستوى، ضيوف عرب، أوروبيين. علاقاتي ومهاراتي تطورت في مهرجان وهران خلال هذه الفترة القصيرة. شيء رائع، يعني احنا مستمتعين جدا ونتعلم كل يوم. نحن طبعا فلسطين قضية جزائرية، هي في القلب. فنشكر وزارة الثقافة، مهرجان وهران على المبادرة الرائعة، عرض أفلام قصيرة فلسطينية في المهرجان. هذا الدعم للمشكلة المأساة اللي حاصلة في غزة، وربي يفرج عليهم في أقرب وقت. طبعا أيضا نتمنى تهدأ الأمور في لبنان في يعني اليوم قبل غدوة، ويرجع الأمن والأمان. يعني لبنان بلد رائع ونبغيه هنا يعني بزاف يعني. شكرا لك.